مساء الخير. طبعا انا الحمد لله يعني ما اتفرجتش على حفل افتتاح الدورة الأولمبية، لأن في الوقت ده كان في ماتش للأهلي. فأنا بالنسبة لي كان ماتش الأهلي أهم، فاتفرجت على ماتش الأهلي. وبعد الماتش وبعد تاني يوم ابتديت أسمع عن بعض الانتقاد لحفل الافتتاح. بس أنا والناس اتهمته إنه بيسخر من سيدنا المسيح وبيسخر من الأديان ومش عارف إيه. فأنا حبيت أتفرج فجبت شوية مشاهد. بس أنا بصراحة أنا مفهمتش هل هو فعلا كانوا بيقصدوا إن هم يسخروا من سيدنا المسيح، ولا هو فعلا قال لك إن ده له علاقة بالأساطير اليونانية وله علاقة وما هو يقصدوش أبدا يسخروا من السيد المسيح وبتاع، وكل ده كلام هري. هم أصلا الناس دي لا بتحترم أديان ولا بتحترم تقاليد ولا بتحترم معتقدات ولا بيشغلني القصة دي، لأن أنا مقتنع إن هم من يعني بعاد كل البعد عن أي احترام لأي دين وأي احترام لأي عرف، وهم ناس بعيدة أوي عن القصة دي يعني. اللي شغلني أوي إن هم الفجاجة في طرح الأفكار الشاذة. يعني موضوع يعني هم حتى إذا كانوا ما يقصدوش السيد المسيح، بس طبعا الترويج للمثلية بالطريقة دي في حفل افتتاح دورة أولمبية، أكبر مسابقة رياضية في العالم اللي العالم كله بيشوفها، ويروجوا للمواضيع اللي زي دي بدون احترام للتقاليد بتاعت البلدان المختلفة اللي موجودة في الدورة الأولمبية، بدون احترام للإنسان حتى السوي العادي. عايزين يدخلوا أفكارهم الغير آدمية وأفكارهم الشاذة علينا بالعافية. عايزين يدخلوا كل حاجة تحت مسمى حقوق الإنسان، اللي وصلوا الموضوع لحق الإنسان في اختيار نوعه. يعني حاجة يعني ايه حق الإنسان؟ يعني كلام إيه حق الإنسان في اختيار نوعه. يعني إيه؟ يعني يعني كلام ضد المنطق وضد الدين وضد العرف وضد أي حاجة. وأفكار بقت غريبة وبتتروج في أوقات غريبة، وعايزين يدخلوها لنا بالعافية. ولو أنت منتش موافق أو مش مقتنع أو رافض الأفكار دي، هم بيمرروها فبتتعود عليها. بتتعود على ان انت بتسمعها، وبتتعود على ان انت بتشوفها، وبتتعود ان انت تشوف ناس طبعا مش عارف اتكلم عشان اكيد حضراتكم فاهميني. بس عاوز انت تشوف ناس غريبة بيتعملوا سلوكيات شاذة وسلوكيات غير سوية، ويروجوا ويدافع عنهم، ومجرد انتقادهم بس يبقى سبب في ان انت تبقى انسان ضد حقوق الانسان وبني ادم ما انتش لا تحترم البشر ودي اصلا تصرفات ما عملهاش بشر. انا مش فاهم الناس ايه مين اللي ورا القصص دي، وهل فعلا احنا وصلنا لمرحلة من الناس دي سيطرت على على العالم لدرجة ان هم يمرروا لك الحاجات دي في اوقات غريبة وفي مواعيد غريبة وابنك. يعني المشكلة مش عندنا، احنا جيل فهم واتربى على سلوكيات معينة، واتربى على دينه، واتربى على حتى ملوش دعوة بالدين الموضوع، بس اتربى على الأقل اتربى إنه يبقى بني آدم. بس في أجيال جاية هتتعود على إنها تشوف المناظر البشعة دي والأفكار الشاذة ديت، وتتعود إن أنت تتقبلهم وتتقبل عرضهم وتتقبل التعايش معاهم، وده في حد ذاته كارثة.
حقوق الإنسان لما يبقى إنسان، يعني الإنسان يبقى ليه حق لما يبقى أصلا إنسان. إنما مفيش حاجة اسمها حق إنسان في إنه هو ما يبقاش بني آدم، ما يبقاش إنسان، ما يبقاش طبيعي. لا، اللي مش طبيعي المفروض تعالج، مش يبقى ليه حق. آه، احنا لازم نحافظ على أولادنا، ولازم نحافظ على نفسنا، ولازم الحاجات ديت نحاول نحاصرها ونحاول نحمي شبابنا منها، ونحاول نحميهم من الأفكار دي. ومهما يعملوا 100 حفلة و100 و100 ايفنت و100 مليون حاجة، الدين معروف والآدمية معروفة والبني آدم معروف، والمصطلحات لازم تقال صح. مفيش حاجة اسمها مثلي، مفيش حاجة اسمها مثلي، في حاجة اسمها شاذ. مفيش حاجة اسمها مجتمع الميم، اسمه مجتمع الشواذ. لازم الحاجة تقال بمعناه المقيت، عشان انت لما تسمع الاسم عادي، عادي بتبتدي هتفتكر ان، او مش انت، الطفل لما يسمع الاسم عادي بمصطلح متدلع او مصطلح مهذب، مهذب يعني متهذب، هيفتكر انه عادي. لا، لازم الحاجة تتقال بشكل صحيح وشكل مظبوط وشكل زي ما ديننا بيقول، وزي ما أدياننا بتقول، وزي ما الدين المسيحي بيقول، وزي ما الدين بتاعنا الإسلامي بيقول. ولازم نحارب الظواهر الشاذة دي، ولازم ما نعرضهاش على الناس، ولازم ما نقفش قدامها كتير. لأن أنت لما تقف قدامها بتخلي ما تركزش عليها أصلا. لأن أنت لما تركز عليها وتقف قدامها بتخلي يبقى فيها عليها كلام كتير، وتخليها بتبقى حاجة عادية، وتخلي الناس تتكلم فيها عادي. وده هي الكارثة. هم عايزين كده، مش عايزين غير إن إحنا كلنا نتكلم، مش عايزين غير إن الكلام عليها يكتر، ومش عايزين غير إن اللي الناس تتعود عليها وتتعامل معاه عادي، زي ما احنا اتعاملنا مع الناس، مع حاجات كتير عادي. وبقت بقينا بنتعايش معاها. ربنا يلطف بينا ويلطف بولادنا ويعدينا منها على خير. وليلتكم سعيدة. ودي رسالتي، واتمنى تكون وصلت، وشكرا لكم.